السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. الحسين والحوار. هو شنو الحوار؟ الحوار هو الكلام لأجل الوصول إلى الحقيقة. الكلام لأجل الوصول إلى الحقيقة. بعد والجدال. الجدال الكلام لأجل الكلام. اللغو الزايد اللي نسميه باللغة المراء. ما المهم أنا أثبت وجهة نظري، صح خطأ ما له علاقة، ظل جادل وظل تعارض. يجد نسبة الجدال إلى الحوار موجودة بالقرآن؟ إيه موجودة. شلون أرقام؟ أكو إياه أنا أقول. شوف الجدال بالقرآن ذكر 27 مرة. 27 مرة. والحوار يقدم ذكر 3 مرات بس. العلماء إشارة لطيفة، علماء التفسير يقولون هاي إشارة من سبحانه وتعالى إنه حياتكم اللي هي 10 من 10، 9 أعشارها جدال، 1 من 10 هو الحوار. والله صحيح، يعني التفاتة جدا لطيفة. أكثر حياتنا هي جدال وعرك وشوف يصيحون، واللطيفة المضحك يعني إنه يوصل الجدال إلى الصياح ويعتقد يا يصيح أكثر هو على حق ويا يحكي أكثر هو على حق. ما له علاقة، ماكو ربط. شوف القرآن شلون وصف الحوار. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو أعظم المخلوقات، مو أعظم البشر، لا أعظم المخلوقات الإنس والجن والملائكة الكروبيين اللي هم المقربين، يعني هو أعظم المخلوقات. يريد يتحاور من جهته، هم يجادلون مع مشركي قريش. أتعس خلق الله، أتعس خلقه. هو يقول ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت به. شو يقول بالقرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. عجيبة هاي الآية. يعني الرسول صلى الله عليه وآله أعظم المخلوقات يحاور أتعس خلق الله، يقول لهم تعالوا، ما لغاهم، قال لهم تعالوا وإنا أو لو أنا لو أنتم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما أقول لهم أنا الصح وتعالوا أنتم غصبا عليكم تجون. ليش؟ لأن ما يريد يلغي الآخر، يريد يبقى أكو رأي فسحة للآخر، يعطيه مجال. إحنا نسوي هيك ويا ناسنا؟ يعني هل نطبق أدوات الحوار إنه لازم نسمع من المقابل ونبتسم وياه ونخلي ما نقاطع، نخليه يكمل على كيف، ومن اللي يحكي نكتب تشوف من هذا الكلام كله شكو مشتركة ممكن بيني وبينه أبدي بيها. ما أقول لا أنت غلطان هنا أنت حكيت هاي يصير عرك. أقول لا أنا وافقك بهاي الكلمة واسمع مني كذا وكذا وكذا. والإمام الصادق سواه، كان يحاور الملحدين والزنادقة وين؟ في داخل المسجد الحرام، يعني في محيط الكعبة المسجد الحرام، ودي يصيرون ضد سبحانه وتعالى، وقد يقتنعون وقد لا يقتنعون. وين يكمل يسلم عليهم يقول لهم هل لكم من حاجة فأقضيها إليكم؟ يا هذول ملحدين. هكذا الإسلام يستوعب الآخرين اللي هو الاحتواء. الإمام الحسين في كربلاء هكذا عمل، إنه ذول راسلوا 12,000 واحد وراد يحاورهم، وما بقى واحد مراسله وجاوبه. ومثل زهير بن القين أرسل فيه طلبة وإذا ما أجى كان هو يروح له، وراح لابن الحر الجعفي ودز مراسيل لأهل البصرة، ومن صارت المعركة يقول لهم هاي الكتب اللي انت راسلتوني بيها، وظل يحاورهم. وأنا ذاكر سابقا أن حواراته كلها عقلائية، لأن كان يريد يوصل أفكار إنه أنا هاي الأدلة اللي عندي، بدون ما يحتاج سب وشتم وتجاوز وصياح. بالعكس الجهة الأخرى بما أنه ما عندهم دليل كانوا يضربون الطبول حتى ما يسمعون، يخافون الحسين مقنع رأي إسلامي حقيقي محمدي، أو يرمون عليه السهام أو يرمون عليه الحجارة. مخل جهد الإمكان ما رادوا يوصلون الأفكار. إحنا بالوقت الحاضر إذا نقتدي بالحسين أشوف الكثير من يمنا يصير جدالات داخل حتى تعبيرنا عن الحزن الحسيني. نختلف، من حقنا نختلف، كل واحد عنده وجهة نظر، واحد يعتقد هذا التعبير هاي الجهة، واحد يعتقد هذا التعبير هاي الجهة. ما يحتاج واحد يختلف ويا أخوه ويسب ويشتم وأنا الصح. ما عندنا دليل إنه إحنا صح. ليش ندخل في غيبة؟ والغيبة كارثة أخوان. أغتاب مؤمن لو اغتاب لي مرجع، لأنه ما مشي على مزاجي بالطقوس الحسينية. واضح أنا وين داحج، وجهة نظرة، كل واحد وجهة نظر. إحنا مو علماء، إحنا مقلدين، نحترم كل واحد وجهة نظره ونقول له أي احترم. إحنا الحسين سلام الله عليه يجمعنا، تذكروا هاي. دون الحسين كله يروح، مع احترامي للجميع اللي جمعنا الحسين سلام الله عليه.
حافظوا على وحدتكم تجاه الحسين بدون ما تلغون الآخر، لأن أنت تعتقد جاي تتقرب إلى الله بإلغاء القهر، وهذا لا، ما تتقرب أنت، لأنه بيوم القيامة ما راح يبرك الذنب إذا أنت أخذت غيبته، فضلا إذا تسوي عليه بهتان الذي يهتز له عرش الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالحسين فعلا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم.